أهلا بكم من جديد. تظاهرت مئات النساء من مدينة بنغازي الليبية تضامنا مع إيمان العبيدي بعد توقيفها واغتصابها من قبل ميليشيا القذافي، وبعد اعتقال أختها واقتيادها إلى جهة غير معلومة. قصة إيمان هزت الشارع الليبي ودفعت بنساء بنغازي إلى الشارع للمطالبة بتحريرها ومعاقبة المعتدين عليها. بعدما أخبرت الصحفيين الأجانب قصتها، سارع رجال القذافي إلى اعتقال أختها واقتيادها إلى جهة غير معلومة. نفديك بروحنا يا إيمان، مش حنسيبوك يا إيمان، بالدنيا كبار وصغار يا إيمان. قولها كلنا إيمان، كلنا معك يا إيمان، وجايينك ثوار إن شاء الله بيحرروك كلهم معك. كلنا إيمان العبيدي. إيمان العبيدي هي ليبيا وستبقى رمز المرأة الليبية الحرة. عنوان صفحة جديدة لمجموعة نشطاء على فيسبوك لمساندة العبيدي. كاميرات الصحفيين الأجانب التقطت مشاهد العبيدي وهي تعرض لهم كدمات وآثار جروح على جسدها إثر الاعتداء عليها طيلة يومين من قبل ميليشيا القذافي بعد توقيفها عند نقطة تفتيش في طرابلس لأنها من أبناء بنغازي. شوفوا شو داروا فيا كتابي قدافي، عرضي هتكون كتابي قدافي، هم اللي حكموا عرضي. ناطق باسم الحكومة الليبية اتهمها وسط دهشة الصحفيين بالاختلال العقلي، ليهرع رجال أمن في الفندق ويحاولوا إخفاء وجهها، واعتدوا على عدد من الصحفيين محاولين منعهم من التصوير. وقبل أن تكمل المرأة رواية قصتها، دفع بها رجال الأمن عنوة داخل سيارة مدنية وانطلقوا مسرعين إلى جهة مجهولة. منى دريباتي، العربية.